متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، فضاء ثقافي يحتضن المعرض المتنقل المغرب الوسيط إمبراطورية بين إفريقيا وإسبانيا. حضور صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد في افتتاح فعالية هذه التظاهرات الثقافية يعكس تعلق المغرب بحضارته الإسلامية وأصالته واحتفائه بتراث المغرب الوسيط. 220 تحفة فنية تؤرخ لمرحلة زمنية ممتدة من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر ميلادي، فترة عرفت ازدهار حضارة كل من المرابطين والموحدين والمرينيين. يعتبر هذا المعرض أول تظاهرة ينظمها قسم الفنون الإسلامية بمتحف اللوفر بعد تدشينه بسنتين، وهو ما يدل على كون هذه التظاهرة كانت لها دلالة، وهي تكريم المغرب وتكريم تاريخه العتيد. وقد كان لهذه التظاهرة في باريس، لأن المعرض معرض متنقل، قد حظيت بقبول حسن من قبل الزائر الفرنسي والدولي بشكل عام، حيث بلغ عدد زوارها رقما قياسيا بشهادة أطور اللوفر الذي اعتبروها أول تظاهرة من بين التظاهرات التي حظيت بهذه العناية، وبلغ عدد الزوار 170 ألف زائر. عنده واحد المهمة كبيرة بزاف، لأن كيوري واحد الإسلام مغربي، إسلام ديال التسامح ومفتوح العالم كله، مفتوح الثقافات والدينات الأخرين ديال الناس كلهم. هذه اللي مزيانة، حيت لا توليرونس نتاع هاد لو بيي اي امبورطونت. فوالا اي دونك انا فريمون هاد النهار هذا فرحان بزاف، لأن هاد المعرض جاي يشوفوه المغاربة كلهم. أروقة معرض المغرب الوسيط إمبراطورية بين إفريقيا وإسبانيا لحظة تاريخية كبرى في تاريخ المغرب الإسلامي، لحظة للتأمل في التراث المغربي ومنجزاته خلال العصر الوسيط في مجال الهندسة المعمارية والخزف وصناعة الكتب والأعمال الإبداعية في مختلف العلوم العقلية والنقلية. تنظيم هذا المعرض يعكس عزم المملكة على مشاطرة موروثها التاريخي والعلمي والثقافي والديني والمعماري الغني مع الجميع، تراث استطاع المغرب بناءه في استقلالية تامة عن المشرق عبر اعتماد إسلام معتدل قائم على المذهب المالكي. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتوشيح السيد جون لوك مارتينيز رئيس مدير متحف اللوفر بالوسام العلوي من درجة ضابط. وبنفس المناسبة سلمت مندوبة المعرض السيدة بهيجة سيمو والسيدة ياني كلينتز مديرة قسم الفنون الإسلامية بمتحف اللوفر بباريس لصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد نسخة من دليل المعرض باللغتين العربية والفرنسية. التوشيح شرف لي شخصيا ولمتحف اللوفر وفرنسا، وهذا يجسد عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين خاصة في المجال الثقافي. وهذا المعرض المخصص لتراث المغرب والذي سبق أن احتضنه متحف اللوفر، وكان فرصة لجمهور اللوفر للاطلاع عن كثب على الموروث الثقافي المغربي. المغرب الوسيط إمبراطورية بين إفريقيا وإسبانيا، حدث ثقافي يساهم في فهم جيد لمقومات الدولة المغربية، كما يشكل فرصة للاستمتاع بتجلياتها الدينية وإبداعاتها الثقافية والفنية والتمعن في خصوصية هذه المرحلة وأصالاتها التاريخية.